السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة جايين نتكلم عن إحدى المسلسلات اللي هيتم عرضها. طبعا إحنا عاملين سلسلة، كل اللي عايز تعرفه سلسلة بنتكلم فيها عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026 اللي هي الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة. اتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات كلهم موجودين على القناة، وبالترتيب تقدر تخش عليها وتتفرج على حلقات براحتك. فجاي النهاردة في حلقة جديدة ومسلسل جديد، والمسلسل اللي معانا النهاردة وجايين نتكلم عليه وهو مسلسل توابع لريهام حجاج. كل اللي عايز تعرفه عن مسلسل توابع هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. بسم الله. ومسلسل توابع. ولو سألتني انت ليه عامل الحلقة دي، او انا بسأل نفسي انا ليه عملت الحلقة دي عن مسلسل توابع، هقول لك لان انا دخلت قريت عن المسلسل لما نزل البوستر الرسمي لمسلسل توابع اللي انت شايفه ده، عجبني الصراحة، فدخلت قريت عن المسلسل، عرفت قصة المسلسل والابطال، ولما الاعلان نزل شفته، فقلت يعني بعد ما عرفت كل حاجة عن المسلسل مش ناقص غير ان انا اعمل عنها الحلقة واتكلم عن المسلسل. احد واهم اسباب اللي خلتني اعمل الحلقة دي، اول حاجة انا مش من جمهور فنانة ريهام حجاج، او مش من متابعين او منتظرين اعمالها، لكن هي متواجدة كل سنة في الموسم الرمضاني. يعني تعالوا نتكلم كده عن اعمالها ما قبل مسلسل توابع اللي هيتعرض برمضان السنة دي. عملت قبل كده زي السنة اللي فاتت مسلسل أسينا، ومسلسل صدفة 2024، ومسلسل جميلة 2023، ومسلسل يو تيرن 2022، ومسلسل كل ما نفترق 2021، ولما كنا صغيرين 2020، ومسلسل كارمن. عايز اقول لك ان انا ما اتفرجتش ولا على اي مسلسل من دول نهائي، لكن عملت اعمال مشهوره ومعروفه وانا اتفرجت عليها، لكنها ما كانتش قايمه بدور البطوله، دور تاني بجانب البطل الرئيسي. يعني مثلا عملت فيلم رغده متوحشه مع رامز جلال، الفيلم اللي نزل واتفرجت عليه وما عجبنيش. عملت فيلم القرد بيتكلم، ده من احد الافلام اللي عجبتني واتفرجت عليها كذا مره. وطبعا اشهر اعمالها وافضلهم بالنسبه لي مسلسل وضع امني، واحد من المسلسلات المؤثره جدا واللي عجبتني جدا جدا كانت موجوده فيه. اوحشهم بقى، اوحش فيلم انا شفته لريهام حجاج كان فيلم اللي هو بتاع سطو ومثلث. يعني الفيلم ده مش عايز اتكلم عنه، فيلم يوم ملوش لازمه مع محمد هنيدي. دي تعتبر من الافلام اللي اتفرجت لها او شفتها. فزي ما قلت ان انا عملت الحلقه دي لان انا الصراحه البوستر عجبني، فدخلت قلت اشوف القصه والاحداث ومين الابطال والاعلان. ولما شفت كل ده قلت طب ما اعمل حلقه عن المسلسل. فقبل اي حاجه تعالوا نخش ونتكلم ونتعرف على ابطال وصناع مسلسل توابع. والمسلسل بيضم كل من مع حفظ الالقاب للجميع: ريهام حجاج، اسماء ابو اليزيد، انوشكا، ومحمد علاء، هاني عادل، وجالة عادل. ومسلسل توابع من تأليف محمد ناير. طبعا اشهر اعماله كان مسلسل القيصر ليوسف الشريف، ومسلسل ريفو. وطبعا المسلسل من اخراج يحيى اسماعيل. اشهر اعماله مسلسل ريفو، ودول يعتبروا ابطال وصناع مسلسل توابع. تعالوا دلوقتي نتكلم ونخش ونتكلم في قصة واحداث المسلسل. انت راجل كذاب يا لا لا انا مش كذاب. انا خلاص خدت كل اللي انا عايزاه، خدت بيتك، جوزك، حياتك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه يا مجنونه انت؟ ليه في ناس حياتها سهله وناس لا؟ تدور احداث مسلسل توابع حول انفلونسر متخصصه في علم النفس، لكنها بتتورط في قضيه قتل، وده اللي هيربط ما بين مواضيع السوشيال ميديا والتاثير الاجتماعي والعلاقات الانسانيه. كل ده هيكون في طابع قصصي وكشف الاسرار خطوه بخطوه. يعني باختصار ان المسلسل بيركز على الضغوط النفسيه اللي هتتعرض لها الشخصيه او الشخصيات اللي معاها، والضغوط الانسانيه اللي بيفرضها عالم السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، على الاشخاص. عمر عنده مرض اسمه ضمور العضلات الشوكي، الحقنة تكلفتها بتعدي ال 2 مليون دولار. انتوا ما حدش عايز يقف جنبي ليه؟ الله ده ابني انا. فكل الاحداث دي بتدور حوالين شخصيه ريهام حجاج في المسلسل. حتى بنشوف ان البوستر مقسوم 2 شخصيات فوق وشخصيات تحت، نفس الشخصيات بس الحياه اللي موجوده فوق والحياه اللي موجوده تحت. فده احداث اللي بتدور حواليها مسلسل توابع. شاهين اسمعيني بس، اسمعيني. بس انت الحب بالنسبة لك عيال وبيت وعقد. كافي على سمعتك. انا كل اللي بعمله اني بحطها تحت جناحك وجناحي، لانها حافظة كل سطر وكلمة في تاريخك وتاريخي.
على فكره ريهام حجاج ليها شعبيه من الجمهور النسائي، فاهمين ازاي؟ ففي ناس بتتفرج على اعمالها. نيجي لسؤال الحلقه، هل انا متحمس لمسلسل توابع؟ هل هتفرج على المسلسل؟ خليني اقول لك ان المسلسل بيتكون من 15 حلقه، وطبعا هيتعرض على قناه CBC ومنصه واتش. يعني المسلسل عدد حلقات مش كبير، فانت ممكن تتفرج عليها، بس انا لحد دلوقتي لسه ما خدتش قرار ان انا هتفرج عليه. ممكن اشوف اول حلقه تاني حلقه، بس لسه مش عنديش قرار ان انا متحمس للمسلسل او ان انا هتفرج عليه بشكل كامل. ممكن اتفرج عليه بعد الموسم خارج رمضان، ممكن اشوفه. غير كده في الوقت الحالي اللي انا بكلمكم فيه انا مش متحمس لمسلسل توابع للنجمه ريهام. يا عم انا في 60 داهيه. غلطتي ان انا كنت فاكره ان دول صحاب بجد. هتورطي نفسك مع البنت دي التاني؟ انت عادتك معاها كده تبقى في الحرام. وده ملوش اي نوع من انواع ان انا ضد المسلسل او ضد النجمه. انت دايما بيبقى ليك نجمك المفضل او نجومك اللي انت حاططهم وبتتفرج عليهم، ده ملوش اي علاقه بحاجه. ممكن النجم ده انت مثلا مش بتتابعه او بتتفرج حقق عمل يكسر الدنيا، هتضطر غصب عنك انك تتفرج وتتكلم عليه وتقول ده مسلسل حلو او فيلم حلو وتكلم عليه بشكل كويس جدا جدا، مفيش اي حاجه. وبس كده، دي يعتبر احنا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل توابع للنجمه ريهام حجاج. وانت برضه تقدر تشاركني تحت في الكومنتات تقول لي رايك، هل متحمس للمسلسل ولا لا، وتقول لي هل انت من جمهور النجمه ريهام حجاج، هل انت دايما بتتابع اعمالها اول باول، وتقول لي رايك في المسلسل، وتقول لي رايك في الاعمال اللي قبل كده اللي انت ممكن تكون شفتها للنجمه ريهام حجاج، وتقترح لي تقول لي لا العمل ده او المسلسل ده كان كويس جدا جدا وقدمت فيه اداء ممكن اروح له واشوفه واغير وجهه نظري او كلامي في بعض الحاجات. وبس شاركني في الكومنتات وسيب لي رايك بالكامل. يا عم انا في 60 داهيه. غلطتي ان انا كنت فاكره ان دول صحاب بجد. هتورطي نفسك مع البنت دي التاني؟ انت عادتك معاها كده تبقى في الحرام. خلصي تشربي ايه؟ طولي تسبلي. لازم طارق جوزها يجيلك تحت رجليكي مذلول. انا اسف، انا مش هقدر اكمل معاكي. بس كده وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.